لتحضروا كوكيز البراونيز بطريقة كتير سهلة تطلع هشة وطرية بهيدا الشكل. شوفوا الطريقة. منبلش بالدسم طبعا. مندوب 200 جرام من الدارك شوكولات، أنا استعملت 71% واحد بقلبه ناتس مع 100 جرام من الزبدة. منحركن ليدوبوا مزبوط، وبعد ما يدوبوا مننقلن ومنتركن يبردوا ليصيروا بحرارة الغرفة. بهيدا الوقت 3/4 كباية من السكر الأبيض، ربع من الكوكونات شوجر أنا استعملت. إذا ما عندكن فيكن تستعملوا السكر الأسمر الرطب. نخفقهم مع بيضتين لمدة 5 دقايق. بهيدا الوقت ننخل كباية من الطحين، كباية وملعقتين على القد حطيت، 3 معالق كاكاو، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة. هيدا القوام اللي بده يطلع معنا بس نخفق السكر مع البيض. وهلا منضيف الزبده والشوكولا اللي عملنا لهم بان ماري فوقهم، ومنخلطهم بعد ما بردوا طبعا لمده دقيقه، وبنرجع منضيف فوقهم المواد الجافه اللي حضرناها اللي هي طحين، كاكاو، بيكنج باودر، ورشه ملح صغيره. نخلط بالسباتولا، وهيدي خلطه البراوني كوكيز صارت جاهزه. منشكلها بالملعقه بايس كريم سكوبر اللي بدكم اياه، مع رشه ملح على الوجه كتير بتعطيها طعمه طيبه. رف وسط 170، 8 دقايق ماكسيموم. اوكي، حيطلعوا اول شي طرايا كتير، بتنطرون ليبردوا، بترجعوا بتشيلون، ومع اطيب فنجان قهوه كتير كتير طيبين. جربوها.